السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. نهار جديد، فيديو جديد اللي بغيت نشارك معكم. العسل، كتعرفوا العسل كيوجد هو الاول في المعسلات. عسل ناجح البنات 100%. مكونات، ثلاثه المكونات. تحصل على واحد العسل اللي كيجي ناجح وسهل وسريع. المهم ان شاء الله غندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وما تبخلوش عليا بواحد لايك، تشتركوا في القناه، تبارطاجيو على شله، ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله. نبداو ان شاء الله بالمقادير. انا درت هنايا 2 كيلو. اللي بغى يدير كيلو يدير كيلو، ماشي مشكل. درت 2 كيلو ديال السنيده. درت ايطرو ديال الماء، 2 كيلو ايطرو ديال الماء. واللي بغى يدير كيلو يدير نص ايطرو. ضعف المقادير. هنايا درت واحد الحامضه قطعتها، وهنايا عواد ديال القرفه كبار غسلتهم. وهادو هما المكونات البنات. ما كندير حتى نسمه. انا بغي نستعملوا غير المعسلات، ما بغيتش نسمو لا بقرنفل ولا بشي حاب اتاي ولا بشي حاجه. المهم خليته بحال هكا. المذاق ديالو كيجي رائع وسهل وناجح البنات. من اول مره توجدوا ان شاء الله. صافي. هنايا البنات كندير نخلط العناصر كاملين. ما فيش شي حاجه اللي صعيبه، غير هو غير الوقت. تحكموا في الوقت وفي المقادير تكون مضبوطه ان شاء الله. كاين اللي كيدير بالقالب ديال السكر، اللي متوفر عنده يديروا بحال بحال. هنايا عندنا السنيده، درنا السنيده. صافي. كندير جهد 2 كيلو ديال السنيده. كنخوي عليهم البنات ايطرو كما قلت لكم، ايطرو ديال الماء. ايطرو قد البنات، ما فوقه ما تحت منه. بصح كنحرك غير واحد شويه بحال هكا باش يهبط ليا داك الماء. كتعرفوا السنيدات الا كانت تخنق الماء ما تخليش يهبط. تحركوا بحال هكا واحد 3 دقائق 4 دقائق، تبقاو تحركوا فيها بحال هكا. هي ضروري الطريقه مع السنيده. ماشي بحال السكر. السنيده كتحتل لتحت، يعني خصنا نحركوها باش حتى الماء يهبط لتحت. صافي. وكنديروا القرفه وكنديروا هاد الحامضه. انا حامضه ما كبيراش بزاف، قطعتها بحال هكا طريفات. صافي البنات. كنسد عليه ملي كتبدا تصفر تحسبي 45 دقيقه بالحساب، لا قل ولا اكثر. الا مشيتي بهاد المقادير ومشيتي بهاد الوقت راه غتحصلي على واحد العسل ناجح كيبقى لاصق في المعسلات، ماشي كيهبط، ما جاري ما ثقيل. داك الثقيل يعني عسل عادي البنات. ها هي البنات غنحطها فوق العافيه. حطيتها عافيه مهيله. ها هي بدات تصفر. دابا غنقص، غنحسب 45 دقيقه العافيه مهيله شميعه. ونتلاقاو ان شاء الله ملي يوجد لينا العسل ديالنا. صافي البنات. من بعد ما دازت 45 دقيقه انا كنت خليته طفيت ومشيت قضيت شي اغراض وجيت خليته. دابا من ما تحيد منه داك البخار. هانتوما البنات. تعرفوا غير من داك الحامض ملي كيولي اللون ديالو بحال هكا كراميليزي، صافي كتعرفوا العسل الناجحه. وهنايا البنات راه مازال ما بردتش مزيان، يعني تخليوها ليله جوج تبرد. دائما العسل توجدوها قبل بسيمانه ب15 يوم، كتاخذ داك المذاق ديالها وكتزيد دير. هذا هو العسل ديالنا البنات، ناجح لا في اللون لا في القوام ديالو، كيجي زوين. وهذا ما كان. نتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش بلايك، وما تبخلوش عليا بواحد لايك وتبارطاجيو القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.